السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. في منافسات كأس مصر يفوز النادي الأهلي على سموحة 3-1، والأهداف كانت لعبد القادر وحمدي فتحي وكهربا. بعد غياب كهربا النهاردة يرجع ويلعب مباراة سموحة ويعمل 2 اسيست وهدف. النهاردة كهربا كان عالمي، كهربا الموسيقار، كهربا الفنان، كهربا المتألق. النهارده النادي الأهلي في الشوط الأولاني كان عامل شوط ولا أروع. النهارده النادي الأهلي رايق، النهارده النادي الأهلي بيلعب بمزاج، النهارده النادي الأهلي الكورة بتاعته جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كهربا النهارده عايز يقول للناس دي كلها واولهم مرتضى منصور: كان عندك حق، كان عندك حق تعمل عليا كل ده وتقعدني وتخليني ملعبش، لان انت عارف مقدرتي كويس لما هلعب انا هعمل ايه. كهربا النهارده يا جماعه عدى كل المقاييس اللي احنا متوقعينها. انا واحد من الناس كنت بقول بعد ما الفيفا اخطر اتحاد الكوره باحقيه كهربا في المشاركه في المباريات ان كهربا ما ينزلش، نصبر عليه شويه ننزله اخر 10 دقايق في المباراه. لا، ده النهارده كهربا ايه ده؟ ايه اللعب ده؟ ايه العالميه دي يا كهربا؟ كهربا النهارده بيفرح جماهير النادي الاهلي. كهربا النهارده بيقول لمرتضى منصور انت مالكش لازمه. النهارده كهربا عمل 2 اسيست عالمي. الجون الاولاني كان لعبد القادر والجون التاني لحمدي فتحي، زائد ان هو كمان جاب جون. كهربا النهارده جاب جون عالمي. احسن تصرفه كهربا في الجون ده هو اللي حط فيه الجون، انك تعملها تشيب من تحت الجون. يعني انت بالاداء ده كله محدش كان يتوقع ان كهربا يرجع كده، محدش كان يتوقع ان كهربا عطشان، كهربا عطشان للمباريات، كهربا بيقول للناس انا موجود، ما تقلقوش يا جمهور النادي الاهلي. كهربا لعيب كبير جدا، وكل الناس اللي كانت بتشكك فيه وكانت بتقول ان كهربا عاملين عشانه كل الحوارات دي وكل المشاكل، لا، يستحق يتعمل عشانه كل الحوارات دي. كهربا النهارده في الملعب عالمي عالمي عالمي. النهارده تحس ان النادي الاهلي رايق، رايق قوي، بيلعب كده كوره اللي احنا متعودين على النادي الاهلي فيها. يمكن ده مثلا عشان خاطر كاس العالم قرب. انا اول مره اشوف النهارده عبد القادر ما بيألفش، عبد القادر عايز يخلص كوره. تقريبا مارسيل كولر اتكلم معاه. رجل المباراه النهارده هو كهربا. كهربا كان عايز يقول لك حاجه يا مرتضى. النهارده شفنا الصفقات الجديده. مروان عطيه النهارده نزل وكريستو نزل. رأيي المبدئي في مروان عطيه لعيب عنده لمسه، لعيب عنده لمسه، والمباريات هتجيبه، والمباريات هتجيبه. يعني من ساعه ما نزل المباراه النهارده كان في الباصات بتاعته كانت صحيحه، باصاته كلها انا تابعتها النهارده كانت صحيحه، بيعرف يطلع الكرة من رجله صح. ان شاء الله المباريات هتجيبه وان شاء الله يتألق مع النادي الاهلي. والنهارده قفشه نزل كتبديل في الشوط الثاني. اولا الف سلام عليك يا قفشه. ثانيا بس والله ما بهدمك، والله ما بهدك، بس انا عندي نظرة وبتفرج وبشوف اللعيب بيلعب ازاي، ومش هقول على نفسي كنت لعيب كرة عالمي ولا اي حاجة، بس انا عارف اللعيب بيبقى عنده اهمال في الباص ولا لا. انت عندك اهمال، الحتة دي لو انت ظبطتها، بس لو ظبطتها هتبقى 100 100. يعني انت اللعيب ممكن يبقى مثلا واقف لك عند خط نص الملعب، تبصها له انت الحتة الناحية دي، انت كده يعني بتعطل اللعيب، زائد ان انت كده بتخلي الفرقة اللي قدامنا لو كانت احنا في هجمة هنعملها بتخليهم يرجعوا لملعبهم، بس مش اكتر. والف سلامة عليك يا قفشة، وان شاء الله ترجع قفشة اللي احنا نعرفه. والنهارده كمان شفنا كريستو. كريستو تحس ان هو لعيب
عنده مخزون من الطاقة عايز يطلعه، بس برضه ينقصه الفنيات، ينقصه الخبرات، ينقصه حاجات كتير قوي، وان شاء الله يلاقيها في النادي الاهلي. يعني اول ما نزل كده شفته في كوره، خد الكوره وقام جري عمل سبرنت وعايز يلعب، لا من جواه هو عايز يعمل حاجه، عايز يضيف شيء. ان شاء الله المباريات برضو تجيبه ويكتسب خبرات من اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. في لقطه النهارده شفتها لحسام حسن انا احترمته جدا الصراحه. في اخر دقائق المباراه جت ضربه جزاء لسموحه، واللي دخل شاطها حسام حسن وجاب جون. بعد ما جاب الجون عمل لجمهور النادي الاهلي كده، ان هو بيحب جمهور النادي الاهلي. بصراحة لعيب محترم جدا، وان شاء الله ربنا يوفقه في حياته وباذن الله يكسر الدنيا. حسام حسن من اللعيبة المحترمة اللي كانت في النادي الاهلي. وقبل ما اقفل موضوع فوز النادي الاهلي النهاردة على سموحة، في لفتة جميلة جدا من جمهور النادي الاهلي، هما اتنين. الاولانية جمهور النادي الاهلي قال الدراويش مش هينزل، زي ما جمهور نادي الزمالك امبارح كان بيآزر الدراويش نادي الاسماعيلي، وكان واقف جنبهم النهارده جمهور النادي الاهلي. اللفته التانيه من جمهور النادي الاهلي، بحلم بيك انا بحلم بيك يوم السبت انا مستنيك. طبعا كلنا مستنيين مباراه النادي الاهلي مع الزمالك في منافسات الدوري المصري، وده بالنسبه لفوز النادي الاهلي النهارده على سموحه. نيجي بقى لمباراة نادي الزمالك مع بيراميدز وهنتكلم عليها. مباراة نادي الزمالك مع بيراميدز كان فوز سهل جدا لنادي الزمالك امام بيراميدز. بيراميدز امبارح كان بيلعب من اول الدقيقة 11 ب10 لعيبة. انت جبت الجون الاولاني، ونادي الزمالك الناس كلها كانت مفكرة بعد طرد علي جبر نادي الزمالك كان هيجيب جون واتنين، ولكن نادي الزمالك تراجع في الاداء وفي المستوى وفي كل حاجة في المباراة. ما كانش هو ده اللي احنا متخيلينه من نادي الزمالك، بفوز سهل جدا على بيراميدز. ويخسر نادي الزمالك في ركلات الترجيح من منطقة الجزاء 4-2 بعد تضييع احمد سيد زيزو لضربة جزاء وضربة جزاء اخرى لشيكابالا. ارجع واقول لكم ان اللي فيه نادي الزمالك ده دلوقتي من انحدار في المستوى وفي الاداء وفي كل شيء بسبب مرتضى منصور. مرتضى منصور بسبب السمعة اللي طلعها على احمد فتوح. احمد فتوح مش عارف يرجع تاني للمباريات، ومش هقول زي ما الناس كلها بتقول ان سبب رجوع مستوى نادي الزمالك هو ان الفرقة ما بقتش تاخد منشطات زي الاول، الفرقة ما بقتش تاخد مخدرات زي الاول، بقى العين عليهم، الكلام ده كله. طبعا نادي الزمالك نادي محترم من افضل الاندية في مصر هو والنادي الاهلي، وانا بحترم نادي الزمالك جدا، بس انا كل اللي انا عايز اقوله اللي وقع نادي الزمالك هو مرتضى منصور ومش فريرة. مش فريرة خالص. مرتضى منصور خلى لعيب زي احمد فتوح ما لعبش المباراه بتاع بيراميدز. لعيب زي احمد فتوح ده كان لعيب هيفرق جدا في المباراه دي من كل حاجه. في احصائيه على صفحه كوره نيوز، الاحصائيه دي بتقول ان كهربا لعب ماتش واحد عمل 2 اسيست وجاب هدف. شيكابالا لاعب كام مباراه مع نادي الزمالك ما جابش غير هدفين وعمل اسيست واحد. شيكابالا يا جماعه لعيب كبير، ما ننساش يا جماعه ان شيكابالا يعني كبر في السن. شيكابالا من اللعيبه العالميه في نادي الزمالك، وانا مش مع التقليل من شيكابالا ابدا. شيكابالا لعيب كبير جدا. بعد المباراه المستشار مرتضى منصور طلع تصريحات للاعيبه نادي الزمالك وقال كل اللعيبه اللي تخاذلت في مباراه بيراميدز هيتحاسبوا، واللي خلى جمهور نادي الزمالك ينام زعلان اقسم بالله ما هسيبه وسنته معايا سودا، واللي عايز يمشي يجيب لي عرض. انت اصلا يا مرتضى منصور السبب في اللي الزمالك فيه دلوقتي، انت مش حد تاني، انت وولادك.
وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش عندي في القناة انزل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.